بتحسي أحيانا إن السوق بيتقلب في ثانية. يوم المبيعات ماشية زي الفل واليوم اللي بعده كله ركود وسكوت تام. بتحسي إنك كل مرة بتبدأي من الصفر. حقيقي احنا بنعيش في سوق متغير كل يوم، أسعار بتزيد، منافسين جداد، ترندات بتظهر وبتختفي، كأن الدنيا ماشية بسرعة واحنا بنحاول نلحق. بس الحقيقة إن السر مش إنك تسيطري على السوق، لأن محدش يقدر يعمل ده أبدا. السر هو إزاي تأمني نفسك ومشروعك ضد تقلبات، وده موضوعنا النهاردة من بودكاست إبداعي. هنتكلم عن الاستقرار المالي والنفسي للمشاريع اليدوية، وهشاركك 5 استراتيجيات عملية تخلي شغلك واقف على أرض صلبة مهما الدنيا اتقلبت. لو دي أول مرة تسمعيني، أنا بسمة أبو العرب، بزنس اند براندنج منتور اند كونسلتنت، ودوري أساعد كل فنانة ومصممة وحرفية تبني مشروع ناجح ومتوازن من غير ما تتعب نفسها أو شغفها. في الحلقة دي هنتكلم بالأرقام والواقع عن إزاي تقدري تأمني نفسك ضد التغيرات اللي بتحصل في السوق، سواء كانت تغيرات أسعار أو تراجع الطلب أو تغيرات الألجوريزم أو منافسين جداد حتى بتظهر. ويلا بينا نبتدي حلقة النهاردة. بس أول حاجة لازم نكون فاهمينها إن السوق هو زي البحر، له مد وله جزر، يوم فوق ويوم تحت. الطبيعي إن الطلب يعلى في وقت وينزل في وقت، يعني زي كده عاملين زي عارفين زي رسم القلب بالظبط، في فوق وفي تحت، ده طبيعي. وخليني اقول لك كمان رقم بسيط ودراسة معمولة في 2024 في اكتر من 60 مشروع صغير فقدوا 30% من مبيعاتهم في فترات الركود. دول هم بس اللي قدروا 4 مشاريع من كل 10 مشاريع هم اللي قدروا يكملوا، عشان هم فاهمين نمط السوق مش بس كمان نفسهم. واول خطوة لتأمين نفسك انك تفهمي التقلب ده مش خطر ومش حاجة فيها مشكلة عندك في المشروع، انما هو ده طبيعي ان السوق فيه تغيرات بشكل كبير جدا. وزي ما سبقنا قلنا في الانترو بتاعت الحلقة ان المنافسين بيزيدوا كل يوم، في تغيرات اسعار خامات، في ممكن كمان نقول ان الوضع الاقتصادي نفسه بيكون متأثر بالوضع السياسي، في حروب بتحصل، في مثلا تغيرات بشكل كبير جدا جدا في سعر وقيمة الجنيه، ممكن نقول ومقارنة بسعر الدولار. في خامات بتكون مستوردة الطلب عليها بيقل، الخامات اللي هي المحلية الطلب عليها بيعلى، في ups and downs كتير، وده لازم اكون فاهماه ولازم اكون مستعدة ليه. طب اعمل ايه؟ اهم نقطة محتاجة ان انتي تعملي حسابك في اول حاجة هنشتغل عليها، ان انتي ابدا مش طبي عليها كده ان يكون ليكي مصدر دخل واحد في بس من مشروعك. ده غلط جدا. ليه بقى؟ لاني انا مع تغيرات السوق دي مش هقدر ان انا احافظ على مشروع ان هو يكون سستينبل او ان هو يكون مستمر، او ان انا اقدر استمر بنمط معين في المبيعات بتاعتي. لو بيدخل لي 4000 جنيه مش هقدر بالشكل ده ان يدخل لي في كل شهر 4000 جنيه ولا حتى 1000 جنيه. ليه؟ يبقى انا عشان انا عملت مصدر دخل واحد بس من بيع منتجاتي، ايا كان منتجاتي، ان انا ببيع اكسسوارز، مكرمية، كروشيه، انا ببيع بس منتج واحد او منتجات معينة او مصدر دخلي بس من الانستجرام او من على الفيسبوك، فهو ده مصدر الدخل بتاعي. لا، ده غلط. ليه بقى؟ انا محتاجة اعمل ايه؟ المفروض ان انا ابيع منتجاتي اونلاين في اكتر من مصدر. انا النهارده بشتغل من البيت، انا عندي طول ما انا عندي لابتوب وعندي موبايل اقدر اخش في اكتر من ويب سايت او اكتر من منصه الكترونيه اونلاين، اقدر ان انا ابعدد فيها مصادر دخل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده مثلا انا عندي مثلا منصة امازون هاند ميد، عندي مقبس، عندي موقع ركن، عندي منصات كتيرة جدا جدا، وعندي اتسي طبعا. بس اتسي يعني ليها شوية طريقة مختلفة في الدخول، ولازم يكون عندك حد من امريكا مثلا عشان يقدر يساعدك في تصدير الشغل بتاعك ده وحركة المبيعات عليه والكلام ده كله. بس خلينا نقول مثلا بشكل مبدئي، انا النهاردة ببيع منتجاتي مكرمية، فانا النهاردة محتاجة ان انا ابيع في اكتر من مكان. لما النهاردة يدخل لي الجمهور بتاعي المستهدف او الزبون بتاعي يدخل لي من عند موقع مثلا نوري كرافت، وده برضو بالمناسبة الهاند ميد، يدخل لي مرة تانية 10 تانيين مثلا من امازون هاند ميد، يدخل لي مرة تانية مثلا 2 أو 3 مثلا من ركن، يدخل لي مثلا 10 تانيين من انستجرام. انا النهاردة
خلاص انا النهارده عملت استقرار لموضوع للمشروع بتاعي بشكل كبير جدا. انا النهارده بيدخل لي النهارده مثلا موقع اكس الفلاني عمل حمله اعلانيه، فساعدني ان يجيب لي شويه ناس ريتش على الشغل بتاعي والاسم بتاعي يتعرف. ساعدني ان مثلا ان انا يجي لي مبيع او اتنين او تلاته. والله النهارده مثلا انا عملت كونتنت حلو فجاب ريتش وجاب مثلا فيوز كتيره، فساعدني ان الناس تخش على البيج بتاعتي فتجيب لي مبيعات. والله كمان في منصة تالتة ورابعة بيجيلي مثلا شغل منتج معين بيبقى عليه اكتر حاجة طلب. فاهميني؟ التنوع ده هيخلي بشكل كبير جدا جدا يحسن من مبيعاتك ويحسن من السايكل بتاعة البيع بتاعتك. تاني حاجة فكرة برضو ودي من ضمن التجارب العملية بتاعت مشتركات برنامج إبدائي اللي اتعلموها معايا، ان اوقات انت بتبقي متخيلة ان الطلب على المنتجات بتاعتك من خلال بس المنتج بتاعك. يعني الناس عايزة تشتري، مثلا انا اتعلمت كروشيه فالناس بس هكسب من خلال بيع المنتج بتاعي بس. لا ده غلط. انا مفروض ان انا هكسب من والله لما اجي اعمل مثلا الماركت ريسيرش الاقي ان الناس عليها طلب اكتر ان هي تتعلم الحرفه بتاعه الكروشيه. ودي حصل مع ريهام مسعود المشتركه معانا في برنامج ابدائي، ان هي لقت ان هي بتعمل السيرش، لقت الناس اكتر هي عندها الانترست وعندها الاهتمام ان هي تتعلم الصنعه نفسها بتاعه الكروشيه عشان تعمل حاجات بنفسها او لاولادها او تعملها هدايا او ان هي تبني البيزنس بتاعها. يبقى انا اذا النهارده عملت اول مصدر دخل ليا ان انا بعت منتجاتي اونلاين على منصات الكترونيه، على منصات بيع اللي هي التجاره الالكترونيه، بعت على منصات التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا بلاتفورم، اخترت مثلا منصة او اتنين. يبقى كده عندي مصدرين دخل. تالت مصدر دخل ان انا بعمل بيه ان انا اعلم الحرفة بتاعتي دي ايا كان هي ايه واخليها مدفوعة حتى لو بمبلغ بشكل مبدئي، ان انا اعمل دورة تدريبية صغيرة بشكل مثلا بسعر رمزي. في الاخر برضو هيساعدني ان هو يبقى فيه كاش فلو، يساعدني ان في ارباح تكون داخلالي. رابع حل بقى عندي ان انت تعملي كتيب رقمي بسيط او كورس صغير. لو انا مش عارفه اعمل حاجه برنامج تدريبي ان انا اكون لايف مع الناس وان تو وان تو سيشن، او ان انا اكون معاهم في بث مباشر، او ان انا التدريب يكون اوفلاين في مكان او كده، ممكن ان انت تعملي كورس صغير مسجل مثلا لتعليم تعلميهم عقده معينه او تكنيك صغير مثلا في الشمع بطريقه معينه مش معروف، وهم يخشوا يشتركوا في الكورس ده. او انك تعملي كتيب رقمي بسيط، ودي شفتها في بيزنسز كتيره ما شاء الله يعني بيعملوا الموضوع ده، ان هم بيعملوا كتيب بوكلت اونلاين كده تقدروا بي دي اف الناس تحمله، مجرد ان هي تدفع مبلغ بسيط مقابل الكتيب ده. الكتيب ده ممكن يبقى فيه ايه مثلا، زي مثلا في براند كان اسمه ستور. البراند ده كان عامل كتيب ان انت تعملي بلاننج للشغل بتاعك. يعني مثلا انا النهارده استخدمت في مشروع الكروشيه، عملت البلوفر الفلاني بالابره المقاس الفلاني بالخيط اللي هو الماركه الفلانيه الدرجه الفلانيه. فمثلا الكراسه دي معموله لي النهارده ان انا ادون فيها التفاصيل بتاعه المشروع دي ومقاسات الخيط ومقاسات الابره واللون وكل تفاصيل المشروع دي، وازاي ان انا عملت الغرزه دي، طب والفاينل، طب والباترون، الحاجات دي كلها. فبحيث ان لما يجي يطلب مني المشروع ده تاني كمان سنه كمان 6 شهور ابقى انا فاكره البروسيس بتاعته والخطوات بتاعته والاليمنتس بتاعته كلها تكون موجوده معايا في الكتيب الصغير اللي الناس بتاخده ده. فالافكار كتيره جدا جدا. لو برضو حابين نشتغل في الحاجات دي اكتبوا لي تحت في الكومنت اقول لكم برضو على افكار تانية كتير. يبقى انا هنوع مصادر دخلي، ده اللي بيخليني ان انا واقفه وقادره ان انا استمر ويخلي المشروع بتاعي سستينبل، وفي نفس الوقت بتبني از اكسبرت برضو في السوق ان انت حد يعني مش مجرد بس بتعملي هوايه، لا انا بشتغل وبعلم وتقدري ان انت تتعلمي مني سواء اونلاين او اوفلاين. ممكن تشتري كتيب، ممكن تشتري كورس and so on، وده هيساعدك اكتر ان انت تكسبي الثقه بنفسك. تمام. طيب برضو ده هينقلنا للنقطه الثانيه. احنا دلوقتي نوعنا مصادر الدخل، جالنا فلوس. الفلوس دي نديرها ازاي؟ عشان دي مشكله كبيره جدا جدا بتقابلنا كلنا. ممكن يبقى انا المشروع بتاعي ناجح بس انا لما بيجيلي فلوس بصرفها على خامات تاني وخلاص كده، يعني انا كده طب فين الاقي فين فلوسي؟ خلاص مفيش فلوس. لا،
ده مشكله بنقع فيها اغلب البيزنس اونرز اللي بيشتغلوا في مجال الهاند ميد، او حتى على فكره بالمناسبه في اي مجال تاني. اي بيزنس اونر بتبقى متخيله نفسها بتعامل نفسها ان هي مش موظفه، انا صاحبه البيزنس، فانا بقى اي فلوس بتجيلي بدخلها في البيزنس، مش ما فيش ولا فلوس ليا ولا مرتب طالع لي ولا اي حاجه. لا، ده غلط تماما. المفروض ان انا اقسم تقسيمه معينه للبيزنس بتاعي، وليها اكتر من تقسيمه، بس في يعني تقسيمه حلوه جدا جدا بسيطه ممكن تعمليها، وقاعده بسيطه ممكن تنفذيها، ان انت تعملي 50% من ارباحك تعيدي استثمارها في مشروعك، 30% مصاريف تشغيل وصيانه، 20% تدخليها كصندوق امان مالي. يعني ايه الكلام ده؟ وطبعا اكتبي الكلام ده ورقه وقلم، لان النقط دي ممكن ما تلاقيهاش في اي حته تانية، فاكتبيها. وعلشان تقدر ان انت يبقى احنا كده طلعنا بالاستراتيجيات بتاعتنا واضحه، وطلعنا بنقط نقدر نشتغل عليها فعليا في مشروعنا. 50% مثلا هعيد استثمارها. يعني ايه؟ يعني مثلا هشتري خامات، هشتري ادوات، هشتري حاجات، مثلا مكنه، والله انا بشتغل مكنه خياطه مثلا كانت بتاعت تيتا وماما، او مكنه خياطه على قدي، فهوسع هجيب مكن مثلا مستورد بيبقى جميل قوي 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 في الشغل بتاعه، بيسرع عليا والله، كمان في بنفيتس او في فيتشرز زياده، مميزات زياده مثلا في الشغل بتاعي، والله في تطريز، في مش عارفه ايه. فانا النهارده قدرت ان انا اوسع على نفسي في المكن مثلا، من خلال الارباح بتاعتي، عشان يقدر يساعد كمان المشروع بتاعي ده ان هو يكبر ويكون متطور لمتطلبات السوق. تمام؟ يبقى انا كده 50% من ارباحي عدت استثمارها، 30% مصاريف تشغيل وصيانه. يعني ايه الكلام ده؟ 30% ممكن نقول مثلا منها 10% نقسمها بقى جوه، منها 10% تسويق حملات اعلانيه، والله 10% تانية مثلا لو في شغل مثلا هدر حصل، وديت الحاجة لا قدر الله مثلا لشركة شحن فكسرت الحاجة، فاضطريت ان انا اعمل منتج من اول وجديد، يبقى انا معايا قدرت ان انا احسن من الشغل بتاعي. والله مثلا اللابتوب مثلا بتاعي اللي انا بشتغل بيه او الموبايل بتاعي باظ، يبقى انا قدرت ان انا من خلال 10% مثلا او 30% كلهم، زي ما انت عايزه تخليهم 30% كلهم على بعضهم، او تقسمي جوه ال 30% دي 10 10 10، يبقى حلو جدا. فيبقى انا كل اي حاجه بتحصل دروبات انا بكون جاهزه ليها من خلال 30% بتاعه التشغيل والصيانه. ال 20% بقى اللي باقيين ده هيبقى صندوق امان مالي، يا ريت تكوني تعمليه شهادات مثلا ادخار او حاجه، او تجيبي مثلا بيه مثلا ذهب او حاجه، بحيث ان يكون ده خلاص ده فلوس ممسوكه، ما بجيش ناحيتها مهما حصل. تمام؟ طب في حد ممكن يقول لي والله انا، طب انا كده ما طلعليش مثلا فلوس، ده كده ما طلعليش مش عارفه ايه. لا، انا بقول كده طلع لك فلوس، ممكن ان انت تعملي 10%. والله مثلا حد يقول لي مثلا انا بحتاج ان انا عايزه ارفع عن نفسي، خلاص خدي مثلا من 20% دي، خدي 10% بس من الارباح، جيبي بيها شهادات او حطيها في مبلغ، لو انت تقدري تكنترول على نفسك، حطيها عادي في حساب وبس، ما تجيش ناحيتها خالص. و10% خليها مثلا دي فلوس مثلا تجيبي بيها النسكافيه، القهوه، الشو مثلا، ترفعي عن نفسك براحتك تماما. عايزه تزودي يبقى ممكن تاخدي من الارباح، من نسبه اللي هي 50% اللي بتعيدي استثمارها، الارباح اللي بتعيدي استثمارها، يبقى نخلي مثلا 40 30 30. يعني يعني اتس اب تو يو، على حسب انت بالظبط بتحبي ايه. بس انا شايفه ان النسبه دي كويسه. لو انت حابه تغيريها على حسب احتياجاتك، انت النهارده عندك مصاريف بتدخلي في البيت، او ان انت عندك مصاريف ثابته بتدفعيها كل شهر، مثلا ميه، كهرباء، حاجه زي دي، يبقى انا باخد من النسبه بتاعه الارباح لعيد استثمارها، خليه مثلا 30 بس من ارباح عيد استثمارها، و20% مرتب، و20% ادخرها كصندوق امان مالي، و30% مصاريف تشغيل وصيانه. يبقى انا كده الصندوق ده والقاعده البسيطه دي اللي احنا اتعلمناها هتخليني ما اتاثرش بالاوقات اللي فيه ضعف مبيعات، او ما يكونش فيه حركه في السوق. فده هيساعدني بشكل اكبر ان انا اقدر ان انا استمر، واقدر ان انا انتج واطلع منتجات جديده. وعلى فكره ده حصل يعني مع اكتر، مع رائده اعمال، يعني من ضيوف الشرف بتوع برنامج ابداعي، كان اكتر من حد كان بيحكي نفس الموضوع ده، ان هو دي الاساليب يا جماعه اللي بتخلي الناس تكبر وتقدر ما شاء الله من مكنه تجيب اكتر من مكنه، من ان هي تشتغل من ورك سبيس من البيت، بتكبر ويبقى عندها اوضه كبيره تقدر تشتغل منها، من اوضه تتحول لمكان كبير بتشتغل منه، بتجيب فريق عمل.
هي بالخطوات البسيطة دي من الإدارة المالية المظبوطة ليكي ولأرباحك هتعرفي تنتقلي لمشروعك للنقطة اللي بعد كده. خلاص؟ طيب نيجي بقى لنقطة مهمة جدا جدا، ودي المحور الرابع بتاعنا في الحلقة بتاعت النهاردة، أو في الاستراتيجية اللي احنا بنشتغل عليها، إن احنا نبني البراند بتاعنا. وأنا بعمل المنتج لازم تبني البراند بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ المنتج ممكن يتغير لكن البراند الحقيقي هو اللي بيعيش. يعني ايه برضو؟ السوق ممكن يتغير، خليكي عارفة ده، السوق بيتغير. النهارده ممكن يبقى الطلب بشكل كبير جدا على المنتجات اللي مثلا الاكسسوارز اللي فيها خط عربي اللي بشكل معين، ودي ترندي ودي فظيعه وجميله ورهيبه. اليوم اللي بعديه النهارده الناس مش عايزه خط عربي، النهارده عايزه الناس عايزه تصميم معين والله عليه ابو تريكه مثلا. فالنهارده يبقى انا السوق بيتغير، يبقى انا لازم ايه اللي هيخلي الناس تجيلي تاني ويكون اقدر ان انا احقق ربح من الشغل بتاعي، ان انا اكون بنيت براند وهوية تجارية ناجحة. فده مهما كان انا غيرت ايه المنتجات اللي انا ببيعها، ففي الاخر انا براند الناس عارفيني وعارفة الهوية بتاعتي وعارفة بالظبط انا مين وايه القيمة اللي انا ببيعها وايه بالظبط والله مثلا سلوى ان كنت اللي بتسمعني مثلا سلوى او سمر، والله النهارده انا عارفه قصتها ايه وعارفه البروسس بتاعتها بتاعت شغلها، واحنا كنا متابعينها من وهي في الصفر لحد ما طورت شغلها and so on. فده اللي بيخلي الناس تبقى النهارده الناس دلوقتي ما بقاش حدش بيشتري منتج من المنتج، ما بقاش كده، بقت الناس بتشتري الناس. يعني دي حطيها بجد 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 من المعلومات بجد اللي استفدتها بشكل كبير جدا جدا في السوق ومن الاكسبرت ومن الناس اللي هم ما شاء الله اللي بيبقوا ناجحين، ان دايما بيقولك الكلمه دي people buy people. يعني ايه؟ يعني الناس ما بقتش دلوقتي بياع يخش لهم كده بتاع مبيعات او حد يكلمهم يقول لهم والله اشتروا ده، او حمله اعلانيه تجي لهم والله اشتروا ده فخلاص هيروحوا يشتروه. دلوقتي الناس بقت بتروح تبص تشوف مين اللي ورا الاعلان ده، مين اللي ورا البراند ده، ايه قصته. هتلاقي الناس بتوع شارك تانك هتلاقي اغلبهم كلهم نجحوا وحققوا الملايين عشان هم عملوا ستوري تيلينج للشغل بتاعهم، خدوا الناس مع كل خطوه بيطوروا فيها في المشروع بتاعهم، خدوا الناس مع كل تحدياتهم، خدوا الناس مع كل نقطه فشل حولوها ازاي نقطه نجاح. كل الكلام ده كله الناس بتساعدهم بتحفز الناس وبتحببهم اكتر في الشخص وفي البراند، اكتر من ان انا موضوع يبقى جاست ماركتنج وجاست محتوى وجاست يعني ايه شغل مبيعات او منتجات انا بعملها. مهما كانت المنتجات بتاعتي قد ايه جميله، لازم تشتغلي على حته ان انا ابني هويه تجاريه، ولازم الناس تعرف وتحس بيكي وتعرف ايه بالظبط مين صاحبه المشروع، وتحس ان هي فعلا مش انت عايزه همك بس كله شغلك الشغل ان انت تبيعي، لا انا انسانه، ويحسوا بقى بالهيومن تاتش فالموضوع، وايه مغامراتك وايه تحدياتك. زي ما ناس كتيره جدا جدا نجحت، تابعوهم وشوفوا وهتلاقي نفسكم بتستلهموا منهم ومن رحلتهم، وابتدي تشتغلي الكلام ده في البراند بتاعك. خلاص طيب وعلى فكره مش بالمناسبه مش لازم تظهري بوشك في يعني 100 مش هقول ملايين بصراحه ولا الافات، في يعني مئات من صاحبات البيزنسز بينجحوا من غير ما يظهروا وشهم. فعادي جدا ان انت تبتدي بالاستراتيجيه دي بدون ما انت تظهري وشك. طيب وده ينقلنا للمحور الاخير في والنقطه المهمه جدا جدا، ان احنا لازم ودي خامس استراتيجيه هنتعلمها النهارده، ان انت لازم تطوري نفسك باستمرار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا محتاجه ان انا طول الوقت يكون بتعلم، باخد كورسات، بحضر ويبينارز، بشوف الترندات بتاعت المجال بتاعتي واتعلمها، بحضر ورك شوبس، بحضر ايفنتات، اتعرف على ناس جديده. دايما السوق بيكافئ اللي بيتطور، مش اللي بينتظر الفرصه بتاعته، اللي بيبقى قاعد مستني والله المنتج بتاعي اللي انا نفسي اعمله ان هو لما يظهر ترند فانا هعمله وهشتغل فيه، او اللي مستنيه ان حد يجيب لها شغل فهي تشتغل، او اللي مستنيه الاعلان يجيب نتائج فعشان على اساسه ابيع، او اللي مستني الفيديو بتاعه يفرقع ويجيب الملايين فعشان كده انا اشتغل وابيع.
كل الكلام ده كله، او اللي مستني المتابعين بتاعه يبقوا مليون متابع فعشان كده انا هبتدي ابيع. لا، مفيش الكلام ده يا جماعه. في ناس بتبيع شغلها ومتابعها 500 متابع بس، 50 متابع كمان. المهم عندي عميل مهتم يعني لو والله لو عميل واحد مهتم وانا عندي بيج عندها 500 متابع، العميل المهتم الوحيد ده ممكن يكسبني فلوس بالالافات، واحسن من ان انا حد تاني يكون عنده اكاونت عليه 500 الف متابع او فولور وفي الاخر مفيش صفر عميل مهتم. تمام. فانا لازم اكون بطور نفسي باستمرار، ما استناش الفرصه، ما تستنيش الفرصه. دايما افتكري دايما الرزق. يعني في مقوله حلوه قوي قوي قوي: when you take a risk come الرزق. لازم يا جماعه، هي حاجه واحده. يعني اللي بياخد الريسك دايما وبياخد المخاطره هو ده اللي بيجيله الفرص، وهو ده اللي بيقدر يطور من شغله، وهو ده اللي بيكون السوق دايما بيبقى عارف يواكب السوق، وهو ده اللي بيكون عنده حركة في المبيعات. لكن اللي بيبقى واقف مستني او مثلا محبط، فانا والله النهارده مثلا ماليش مزاج ان انا اشتغل. ودي على فكرة في كدبة محطوطة عندنا في دماغنا وتروجت لنا من الغرب، ان انا لازم يكون عندي شغف وباور طول الوقت، او استنى اللحظه اللي بيكون في عندي طاقه، فانا هقوم بقى ساعتها دي هكسر واخلص المنتجات كلها اللي عندي ما اتقفلتش، وهكسر الدنيا في السوشيال ميديا وهعمل محتويات تجو فايرال. مفيش الكلام ده والله يا جماعه. دي كدبه اتروجت لنا ان احنا لازم نقوم واحنا عندنا شغف، او نشتغل واحنا بكل شغف. اوكي، لازم اكون محافظة على الشغف بتاعي ده، وانه يكون بقدر الامكان عندي باور للشغل بتاعي، وبقدر الامكان يعني في حاجة بتحفزني للشغل بتاعي، بس مش دايما هيكون موجود. اللي بيخلي الناس تشتغل انه يكون عنده هدف مالي عايز يوصل ليه، اللي بيكون عنده اقساط عايز يسددها، زي ما شفيقة شامل كده كان في بلوجر بتقولها لما حد سألها، كانت بتقول يعني ايه اللي بيخليكي يا شفيقة، حد بيسألها يعني من المتابعين، ايه يا شفيقة اللي بيخليكي تقومي من سريرك بكل شغف كل يوم كده؟ قالت له انا مش شغف، مش هو اللي بيقومني، الاقساط هي اللي بتقومني. فالالتزامات هي فعلا اللي بتقوم الواحد، مش الشغف. مش دايما الشغف هيكون موجود. دايما تخلي قدام عينك هدف معين ان انت عايز توصليه. والله النهارده انا في الشهر ده انا عايزه احقق 5 مبيعات جديده، عايزه احقق 10 مبيعات جديده. مثلا انا على طول بيجي لي 10 مبيعات، انا خلاص هحط تارجت زياده، مثلا ان انا اوصل لي 15 مبيعه او 15 منتج ان انا ابيعهم. شوفي انت على حسب شغلك ايه، وحطي تارجت لنفسك وابتدي اشتغل على اساسه. لقيت في تغيرات في السوق، احاول ان انا اتواكب مع التغيرات دي، ان انا احضر كورسات زي ما قلت، او ان انا ابتدي افهم بالظبط الموجة رايحة فين. وكمان طبعا النقطة بتاعت اللي احنا قلنا عليها المهمة جدا جدا جدا، ان ما غيرش طول الوقت برضو، عشان في ناس ممكن تفهم الموضوع غلط، ان انتي لا غيري نفسك مع تغيرات السوق. لا، لو انا ما عنديش هدف معين وبتحرك ليه، بحاول من وقت للتاني، مثلا في ترند طلع، مش كل ترند طلع هروح مدخلاه في مشروعي. يعني مثلا في ناس كان في ترند كده طالع جديد اللي هو بتاع ودمتم سالمين. مثلا الترند ده، مثلا مع احترامي للست مثلا اللي هي طلعت دي بتاع دمتم سالمين، هي تارجت اودينس بتاعها معين، فما ينفعش مثلا انا اكون بزنس هاند ميد وبتارجت ناس فئه A كلاس او B كلاس او فئه معينه، واخد الترند بتاع الصوت بتاع دمتم سالمين. مش حلوه كده، انا بقلل صوره الترند بتاعتي. لو مثلا ترند طلع مثلا زي بتاع افتتاح الحضاره المصريه، لو انا والله عندي كوليكشن فن مصري قديم او في اكشن بيواكب الموضوع ده، اطلعه، دي فرصه. وفي ترند ده كده هيطلعني لفوق مش هيسحبني لتحت. يبقى تاخدي بالك كويس جدا ان انا بقول دايما هتلاقوني بتكلم في البودكاست بتاعتي عن عقليه المرونه، وان انا يكون عندي مرونه مع متطلبات السوق. لكن مش معنى ان انا ما يكونش عندي هويه، مش معناه ان انا ما يكونش عندي شخصيه، ما يكونش عندي فكر او او رؤيه للموضوع، ان انا ابص اذا كان يناسبني او لا، هل ده هيساعدني ان انا اوصل للهدف بتاعي بالشكل الفلاني ولا لا. وده اللي انا بعلمكم فيه، وده مهمتي كانت في البودكاست النهارده، ان انت تتعلمي
ازاي تقدري ان انت تحققي جزئية بتاعة التأمين، تأمني نفسك ضد متطلبات السوق. ولو النهاردة الحلقة دي فادتك، يا ريت تعملي لها شير لحد يقدر يستفاد منها. وده كانت وتشتركي طبعا في البودكاست على وتشتركي في القناة بتاعتنا على اليوتيوب عشان تقدري تسمعي الحلقة الجديدة كل جمعة الساعة 10 بالليل بتوقيت مصر. وما تنسيش تسيبي تعليق وتشاركي الحلقة مع صاحبتك اللي عندها مشروع هاند ميد. وخليكي دايما فاكرة، أمانك مش في السوق، أمانك في وعيك.